هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لقيتها بتقولي ما يلا يا استاذ رامي، انت هتفضل واقف خايف كده ولا ايه؟ ومسكت ايدي ونزلنا التربة تحت. وبيني وبينكم انا جسمي كله بيترعش وقلبي مقبوض وخايف. انا اول مرة انزل في حياتي تربة في الوقت ده بالليل. التربة عبارة عن أوضة تحت الأرض مفروشة بالرمل وضيقة شوية، وكفن منا في آخر المكان. أنا أول ما نزلت اتسمرت مكاني من الرعب. بصراحة كنت خايف جدا لأن أول مرة في حياتي أعمل حاجة زي كده. لقيت حسيبة مرة واحدة شدتني من إيدي ونورت بالكشاف بتاعها على كفن منا وقالت لي افتح بقها كده، لا يكون حد دسلها عمل ولا نيلة قبل ما تدفن. مش عارف ليه كنت بسمع كلامها وبنفذه بالحرف. وقفت قدام راس منا وشلت الكفن من على وشها، كل ده وانا مرعوب وايدي بتترعش. وشها كان غامق شوية وبقها كان مفتوح ولسانها داخل لجوه وجسمها ما كانش لسه اتحلل. قعدت ادور في بقها وحواليها وما لقيتش اي حاجة. وبعد ما خلصت تدوير رجعت الكفن تاني على وشها ولفيت بجسمي وبصيت لحسيبة ولسه هقول لها مفيش حاجة يلا بينا نطلع، لقيتها واقعة عند السلالم والكشاف بعيد عنها وعمالة بتنهج بشكل غريب ومرعوبة وبتشاور ورايا. بصيت تاني بسرعة ورايا لقيت منى واقفة بالكفن في وشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولقيت عينيها مفتحة كأنها عايشة. بعدها راحت لحسيبة ومسكتها من ايدها وشدتها ووقفتها. حسيبة فضلت تسرع جامد وتستنجد بيا وانا واقف مش عارف اعمل ايه. ولما حاولت اروح لها منى زقتني بايديها وجامد ورجعتني لورا. بعدها لقيتها زقت حسيبة من القبر وخرجتها بره ولقيتها لفت ورجعت لي.